إخوتي الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان العظيم. أعداء عليكم الله بالخير واليمن والبركات، ويا رب ربنا يتقبل صيامنا وصلاتنا وكل عمل خيري بنعمله في شهر الكريم ده، شهر حسنات، شهر الثواب، شهر يعني ربنا مدينا هدية. خدوا حسنات واعملوا حسنات واعملوا خير واعملوا كل حاجة في الشهر الكريم ده. كل سنة وحضراتكم بخير. ويلا نخش على موضوعنا الجميل طبعا اللي شاغل دماغنا، اللي احنا أبطال الكاس للمرة 39 في تاريخنا. تمام. عندك واحد زي أنطوني موديستي، ده جاي ياخد بطولات مش جاي يحرز أهداف. عمر كمال عبد الواحد أول بطولة ليه مع النادي الأهلي. فين الجهابزة اللي كانوا عمالين يقولوا الاهلي احنا هنغلب الاهلي 5، هنغلب الاهلي 4، هنغلب. انتوا فينكوا؟ احنا مش شايفينكوا. فينكوا؟ احنا مش شايفينكوا. تمام. عرفتوا الاهلي بيرد ازاي؟ احنا ما بنردش في اعلام وسوشيال ميديا، احنا بنرد في الملعب. احنا بتوع ملعب، احنا بتوع كورة، احنا اللي بنعرف نسكت اي حد. حتى لو بيعشق النادي الاهلي ومش ماشي على دماغنا هنعرف نسكته باحترامنا، بمبادئنا، باسلوبنا، بكورتنا، بجمهورنا رقم واحد الداعم للنادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، هو ده تاريخ بيتكتب. شفتوا مصطفى شوبير ناشئ صغير بقى حارس عملاق، حارس يتراهن عليه، حارس تثق عليه وتعتمد عليه. شفتوا الشناوي واقف مع مصطفى شوبير، مش همه بقى انا لا ده ممكن مصطفى شوبير ياخد مكاني، لا. كله عارف يعني ايه النادي الاهلي. كله عارف لو انا قاعد على الدكه يوم ما الجهاز الفني ولا النادي يحتاجني هقوم هبقى زي الاساسي. انا مش احتياطي، انا اساسي زي ده. تمام. ويوم ما يجي وقتي هلعب، بس هأدي واكون عند حسن الثقة فيا وحسن الجماهير بيا. في حاجات كتير النادي الاهلي بيعملها احنا بنسقف له عليها، بنقول له شابوه. ليه؟ عشان احنا متعودين على النادي الاهلي على كده وماشي على نفس المبادئ دي وعلى نفس الخطة دي. تمام. مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره العريضة، من محيط للخليج لافريقيا لمصر للعالم كله. جمهور الاهلي على الدماغ يتشال لان هو رقم واحد. تمام. لقطة المباراة برضو ان حاجة اللي عجبتني وزعلتني برضو في نفس الوقت، كوكا وهو مشاعره طبعا، والده رحمة الله عليه حتى النهاردة اما رجع من السعودية على طول راح له قبره وتصور في التيشيرت بتاعه، حاطط التيشيرت وعليه الميدالية. ده حاجة إنسانية ومشاعر، يعني مهما اتكلمنا مش هنقدر نوصف حجم الفراق والألم اللي حاسس بيه اللاعب ده. يا ريت يا كوكا ما تتأثرش، كلنا هنموت وكلنا مكتوب علينا نموت، وربنا يصبرك على فراق الأب. ومهما كان الأب أو الأم ما يتعوضوش خالص، وبيبقى الواحد بينكسر جامد. طبعا احتفال المباراة امبارح وجودة المباراة ونقل المباراة وكل حاجة في المباراة كانت ممتعة للغاية يعني مفيش حد يقدر يختلف عليها. حتى رونالدو يعني كان لابس شيرت الاهلي وتوتي لابس شيرت الزمالك، ومورينو مدرب العظيم. مورينو حتى ما سألوه مين أعظم لاعب في مصر قال لك أبو تريكة. ورونالدو حتى وهو شايل الكاس تحس إن هما صحوه من النوم قالوا له تعالى يلا عشان ننزل الملعب هتاخد الكاس، كان شكله نايم خالص. فكان الاحتفال حلو حتى والهضبة عمرو دياب. كان في أجواء حلوة، كان مباراة حلوة بنقلها بكل حاجة. حتى الدرع اللي النادي الأهلي خده بعد المباراة من موسم الرياض درع معمول من الذهب أو مطلي بالذهب على ما أعتقد، يعني مش متأكد قوي. درع برضو هيتحط في دولاب النادي الاهلي. فكان كل حاجه في المباراه جميله، كل حاجه كان في المباراه كويسه. اجواء النادي الاهلي كملها بفوزه لان كان لازم النادي الاهلي يفوز، لان دي سمة البطل وسمة الفريق الكبير وسمة الفريق العالمي ان انت لما يتحط تحت ضغط يكسب. مليون مبروك للنادي الاهلي. هنفضل برضو بنحتفل، بس انا عايز اشوف الناس اللي هم كانوا عاملين احنا نسمعهم احنا هنكسب الاهلي كذا، احنا هنكسب الاهلي كذا. فينكو؟
مش شايفينكم. تمام. واحنا ردينا عليكم في الملعب، ما قلناش زيكم، احنا ايه، احنا عارفين الحمد لله، واثقين في لعيبتنا، واثقين في ربنا قبل كل شيء، ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد. ان النادي الاهلي تعب الفتره اللي فاتت جدا، ضغط مباريات كان رهيب، فرق عالميه قابلنا، فرق افريقيه قابلنا، فرق مصريه قابلنا، بحلوها بمرها كله اتعاملنا معاه، والحمد لله قدرنا نحقق نتائج ايجابيه ونتائج كويسه، نتائج تليق الاهلي ومجلس ادارته وجهازه، ورقم واحد جمهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.